عالم العربيات، الخيانة مش دايما معناها نهاية، ساعات بتبقى سبب ولادة أسطورة جديدة. النهاردة هحكي لك عن واحدة من أغرب القصص اللي حصلت في صناعة العربيات، قصة مشروع ألماني اتولد عشان يهزم بورش ومات في السر، ولما اتدفن قامت تويوتا من فوق الجثة وخدت القلب الألماني وركبته على جسم ياباني بالكامل وخلقت السوبرا الجديدة. في سنة 2009 بي ام دبليو كانت في مرحلة غضب كبيرة قوي، عايزين يرجعوا خط الزد وعايزين يعملوا عربية تدوس على بورش بوكستر وتاخد مكانها. عملوا اجتماعات سرية وسموا البروجكت الجديد زد 5. كونوا فريق كبير جدا ومهندسين من افضل المهندسين في العالم وقتها، وكانت الفكرة بسيطة بس خطيرة، عبارة عن عربية رودستر خفيفة دفع خلفي بانجن بي 58 مع هيكل رياضي بالكامل. المشروع كان ماشي زي الفل، نزلوا اول تصميم وكل المؤشرات كانت بتقول ان هي ديت اللي هتكسر البوكستر، لحد ما فجأة وبدون سابق انذار بي ام دبليو اعلنت داخليا ان المشروع اتوقف. كل الناس اتصدمت، ليه وايه اللي حصل؟ بيرفورمانس العربيه كان ممتاز وكل حاجه كانت ماشيه زي الفل، حتى الاداره كانت مبسوطه جدا من المشروع نفسه. لكن الحقيقه ان المشروع ما ماتش، المشروع اتباع، لان بي ام دبليو دخلت في ازمه حسابيه وقتها. خط الزد مش بيكسب بشكل يبرر المصاريف، فقالوا ليه نكمل لوحدنا وليه ما نبيعش الفكره. من الناحيه التانية بقى من العالم، تويوتا كان عندها عقده، السوبرا ماتت ومش لاقيين طريقه ترجعها تنافس عربيات اوروبا بشكل قوي جدا. تويوتا كانت عايزه عربيه رياضيه بالكامل بس تكلفتها لوحدها عاليه جدا، ومش عايزين يعيدوا صناعه انجن بالكامل لان الموضوع مكلف. وفجاه اتعرض عليهم المشروع السري بتاع بي ام دبليو الزد 5. تويوتا شافت البلاتفورم وشافت الانجن وشافت الديزاين وكل حاجه، وخدت القرار في لحظتها، هنشتري البروجكت وهنخليه السوبرا الجديدة. المهندسين في بي ام دبليو كانوا مصدومين، مش راضيين اصلا ان شغلهم يروح لشركة تانية، وخصوصا لشركة من عالم الجي دي ام. بس الادارة قالت دي صفقة وتعاون طويل وهناخد مكاسب ضخمة، وانتهى الموضوع بان تويوتا بقى معاها البلاتفورم والانجن البي 58 والجير بوكس وبعض الالكترونكس من بي ام دبليو بتستخدمها في عربيتها الجديده. بعد 3 سنين من الشغل بي ام دبليو اعلنت رسميا عن الزد 4 الجديده. الناس افتكرت ان هو ده مشروع الزد 5 وانه نزل من جديد، بس هم غيروا اسمه. لكن ورا الستاره المهندسين كانوا شايلين هم كبير جدا، بيقولوا اللي احنا بنعمله دلوقتي نصه اصلا معمول وبيروح لتويوتا، لكن اللي جاي كان اكبر مفاجاه. بعد شهور قليله تويوتا اعلنت رسميا عن عوده التويوتا سوبرا بعد 17 سنه. الجمهور طبعا انفجر من الفرحه لحد ما عرفوا الحقيقه. الانجن اللي نازل على السوبرا الجديده انجن بي ام دبليو البي 58. البلاتفورم اللي نازله على العربيه البلاتفورم بتاعت الزد من بي ام دبليو بالكامل. الجير بوكس الزد اف بتاع بي ام دبليو، حتى صوت العدادات صوت بي ام دبليو. تقريبا 80% من العربيه كانت عباره عن بي ام دبليو. وهنا بدات موجه غضب عالميه، دي مش سوبرا، دي بي ام دبليو بس لابسه ماسك السوبرا. فين ال2 جي زي وفين الروح اليابانيه؟ لكن اللي محدش كان فاهمه ان تويوتا اصلا ما كانتش تقدر تعمل ام كي 5 من غير التعاون ده، لان تكلفه تطوير عربيه جديده بالكامل كانت هتوصل ل 2 مليار دولار. وتقريبا نص المهندسين الالمان كانوا رافضين الصفقه دي وقالوا ان هي عار، وقالوا ان تويوتا هتاخد المجد واحنا هنضرب بالصاج من جوه. وفعلا ده اللي حصل. الناس حبت السوبرا اكتر من الزد 4 من بي ام دبليو، والناس اشترتها اكتر، الناس عملت عليها تعديلات وسباقات اكتر، وصوت السوبرا بقى ايقونه على السوشيال ميديا. بي ام دبليو حسوا ان اللعبه اتسرقت منهم. في 2022 بي ام دبليو اعلنت رسميا ان هم هيوقفوا خط الزد بالكامل، مفيش زد 5 ومفيش زد 4 جديده بعد الجيل اللي نزل او اخر جيل. يعني المشروع اللي بي ام دبليو بدات بيه ما بقاش موجود من الاساس. الجيل الاخير من خط الزد طلع اضعف من السوبرا في الشعبيه واقل في المبيعات واقل في حاجات كتير قوي. لكن الغريب ان العربيه اللي كان المفروض تدفن رجعت للحياه ودفنت اللي صنعها. تويوتا لعبتها صح، استغلت انهيار خط الزد في بي ام دبليو واستثمرت في الانجن القوي قوي بتاع بي ام دبليو البي 58 وبنت عليه الهويه بتاعتها بالكامل، وسابت بي ام دبليو تتحمل المصاريف والاعطال الفنيه في الانجن نفسه. والنتيجه بقت سوبرا ام كي 5، بقت اشهر من الزد 4 وبقت اكتر نجاحا وبقت اعلى انتشارا وبقت رمز الجيل الجديد من الجي دي ام هايبريد انجينيرينج، وبقت مثال واضح قوي على جمله واحده، مش دايما الخيانه بتقتل بس ساعات بتخلق اسطوره. قبل ما نكمل لازم اوضح لكم نقطه ناس كتير بتتلخبط فيها. احنا قلنا ان قصه السوبرا الجديده ليها اصل راجع لبي ام دبليو من سنه 2009، والسؤال المنطقي وهو ازاي والموتور اصلا اللي جوه السوبرا البي 58 الموتور ده اصلا نزل في 2015. تعال افهمكم الموضوع ماشي ازاي. سنه 2009 بي ام دبليو كانت شغاله لوحدها على البروجكت اللي اسمه الزد 5 اللي كان مشروع داخلي جوه الشركه وكان الماني 100%، وتويوتا ما كانتش في الصوره خالص. والهدف من بي ام دبليو ساعتها ان هم كانوا يعملوا عربيه زي ما قلت لكم رودستر خفيفه تنافس البورش بوكستر. والمشروع بدا بمرحله البلاتفورم وتوزيع الوزن والهندسه وكل الكلام ده، ودي مراحل بتاخد سنين كتير جدا وملهاش علاقه بالانجن نفسه. يعني الانجن اصلا ما كانش اتولد في الوقت ده، وعدى وقت وفي 2012 او 2013 بي ام
دبليو اكتشفت ان المشروع مكلف جدا، وخط الزد اصلا ما بيقربش من مبيعات الاس يو فيز في بي ام دبليو. وفي نفس اللحظه تويوتا كانت بتدور على بلاتفورم قويه عشان ترجع الاسطوره بتاعتها للحياه من جديد. وهنا بقى حصل الدمج الغريب. بي ام دبليو في 2009 عرضت البلاتفورم بتاعتها اللي كانت بتبنيها، وتويوتا وافقت وبدأ التعاون الرسمي. ومن اللحظة ديت المشروع الألماني اللي بدأ من 2009 اتحول لمشروع مشترك ما بين ألمانيا واليابان. بس في حاجة، الانجن البي 58 ما كانش لسه اتولد وقتها. الموتور ده اتطور من 2013 لحد 2015 وتركب لأول مرة على البي ام دبليو الام 340 اي، كانت موديل 2016. ده اول عربيه ينزل عليها الانجن ده، فكان طبيعي بعد كده ان البلاتفورم تتعمل الاول والموتور يجي بعدها. عشان كده تويوتا لما استلمت البلاتفورم من بي ام دبليو استلمتها باحدث محركاتها واقوى نسخه مناسبه ليها البي 58. وفي النهايه القصه دي مش مجرد تعاون بين شركتين، دي شهاده حقيقيه على ان عالم العربيات اتغير، وان الاساطير مش لازم تتولد بنفس الطريقه كل مره. التويوتا سوبرا الام كي 4 كانت اسطوره في زمانها، تنزل بانجن ال 2 جي زي، صوت وروح وشخصيه، والعربيه ديت كسرت قواعد كتير قوي في البرفورمانس، واللي لحد النهارده الناس بتقارن اي عربيه بيها. وبي ام دبليو العملاق البافاري بتبني محركات تعتبر من انضف واقوى المحركات في العالم. شركه ما تعرفش تعمل عربيه نص نص، ومهما الناس بتنتقد قراراتها بتفضل بي ام دبليو عندها مجد تاريخي وتراث هندسي محدش يقدر ينكره. والغريب ان الاتنين اتدمجوا في جسم واحد، طلعوا لنا السوبرا الام كي 5، عربيه اتولدت من خلاف الهويه، اتولدت من اختلاف الثقافات، اتولدت من توتر بين جمهور الجي دي ام وجمهور اوروبا. عربية نصها ألماني ونصها ياباني، ومع ذلك قدرت تعمل اللي محدش توقعه. كسرت الدنيا على السوشيال ميديا أول ما نزلت، بقت أيقونة للجيل الجديد واتبنى عليها آلاف المشاريع، وبقت موضة في عالم التعديل والصوت، وبقت أهم رمز لعودة الجي دي ام الحديثة. بس الحقيقة إن هي هل حققت نجاح الام كي 4؟ في الحقيقة لأ، ومش هتحقق نص النجاح ده حتى، لأن الام كي 4 كانت جزء من عصر كامل، كانت حالة وكانت ثقافة لوحدها. لكن الام كي 5 قدرت تعمل حاجة أصعب، إنها قدرت تعيش وسط جمهور بيرفضها، قدرت إنها تعيش وسط مقارنات ظلم، وبرضه وقفت على رجليها وبقت أسطورة من نوع مختلف. أسطورة مولودة من قلب غدر، من قلب خيانة، ومن قلب صفقة محسوبة. والحتة بقى الغريبة في الموضوع إن بي ام دبليو اللي الناس شايفاها إن هي غدرت جمهورها، هي نفسها اللي أنقذت السوبرا من إنها تبقى مجرد ذكرى على صور السوشيال ميديا. من غير انجن بي ام دبليو، من غير البلاتفورم بتاع البي ام دبليو، من غير الهندسة بتاع البي ام دبليو، كان مستحيل تشوف سوبرا جديدة على الطريق. أو بمعنى تاني، العدو هو اللي رجع الأسطورة من جديد. ودي الحقيقة اللي محدش عايز يعترف بيها. العربية اللي كان المفروض تتحول لمشروع ألماني مدفون اتولدت من تاني ورجعت باسم مختلف، وبقت أشهر من اللي بدأت على أساسه. ودي يا صاحبي مش قصة عربية، دي قصة صناعة وقصة حرب هويات. ويمكن ده اللي خلى السوبرا الام كي 5 تبقى أسطورة للجيل الجديد، أسطورة اتولدت من قلب الخلاف ونجحت غصب عنها.